طب يا جدعان انا راح اجرب سندوتش برجر بالبطاطس ب 35 جنيه. يا ترى بقى البرجر ده هيطلع بلدي ولا بلدي؟ يلا نشوف. مبدئيا كده يا جدعان الاسعار في فيديو النهارده هتخضك، لان بجد الكميه دي لا يمكن ابدا تكون بالاسعار دي خالص. فتعالى بقى نشوف هل الكلام ده هيأثر على الكواليتي ولا لا. جربنا اول حاجه بقى وهي ارخص حاجه عنده ساندوتش ار بي جي، وده بينزل معاه ومع كل السندوتشات اللي عنده كده بطاطس، وده عباره عن ساندوتش برجر كلاسيك ومعاه صوص شيدر وصوص تيستي. طعمه كان حلو وخصوصا بالنسبه لسعره يعتبر حلو قوي. تاني واحد بقى وهو بيج ار بي جي، وده هو اللي فات بس عليه كده قطعتين موزاريلا ستيكس اللي كانت طعمها حلو بس انا افضل بالنسبه للسعر الساندوتش الاول، واللي بالمناسبه الاثنين فيهم بيكون البرجر اللي هو العادي خالص بتاع سوبر ماركت، بس بيكون نوع حلو قوي مع صوصات بقى والعيش الكويس ده، فتعتبر صفقه حلوه جدا قصاد سعرها. انما بقى اللي حوار بجد وما ينفعش تفوته عنده هو سندوتش اف 16، لانه بيكون لحمه هوم ميد ومحشيه كده جبنه امريكي طعمها خطير جدا من جوه، وبجد بقى طعمه كان حوار قوي. نجرب بقى ساندوتش الفراخ، ونبدا اول حاجه بساندوتش دراجون، واللي عباره عن قطع ستريبس كده وعليها صوص شيدر وتوابل وصوص باربيكيو. طعمها بجد كان حلو قوي، والفراخ كمان كانت تتبيلتها حلوه جدا ونضيفه جدا من جوه. بجد الساندوتش ده كان محترم جدا. بس المفاجاه بقى في الساندوتش اللي بعده ان الاول مره يعجبني ساندوتش برجر فراخ، يعني تكون فراخ مش قطع كده حقيقيه، لا تكون فراخ زي الناجتس ولكن محشيه بقى من جوه كده جبنه ورومي مدخن، فمخليها طعم الساندوتش حوار. وختمنا اخر حاجه بقى بطبق بطاطس بسطرمه، واللي بجد كانت عالميه من اول البطاطس لحد البسطرمه والصوصات والبصل المكرمل والهالبينو. فعلا طبق وجبه متكامل، وكل ده بقى موجود في عربيه صغيره اسمها ار بي جي، موجوده في السيوف في شارع صغير كده متفرع من شارع جميله ابو حريد قدام معهد سياحه وفنادق.